سيدنا إدريس عليه السلام. ببساطة وبالتفصيل عايزين نحكي قصة سيدنا إدريس بالطريقة كده اللي هو أنت تسمعها كده كأنك قاعد حد بيحكي لك حدوتة. بص يا سيد الفاضل، سيدنا إدريس هو تاني نبي بعد سيدنا آدم، وفي بعض العلماء اللي بتقول إن هو تالت نبي بعد شيث ابن آدم. اسمه الحقيقي أخنوخ، وتسمى إدريس لكثرة دراسته وتعلمه للكتب والصحف اللي نزلت من عند ربنا. أول واحد في كل حاجة، الراجل ده كان راجل عبقري. سيدنا إدريس ما كانش مجرد نبي بيعلم الناس الصلاة وبس، ده كان مخترع وعالم بالفطرة. ربنا أعطاه مواهب غيرت شكل البشرية أصلا. تعرفوا إن هو أول من خط بالقلم كبني آدم؟ تخيل إن قبل سيدنا إدريس الناس ما كانتش بتعرف تكتب. هو أول واحد علم البشرية الكتابة والتدوين، أول واحد خيط الثياب. قبل سيدنا إدريس الناس كانت بتلبس جلود حيوانات زي ما هي. هو اللي اخترع الإبرة، علمهم إزاي يفصلوا الهدوم ويخيطوها. وهو كان بيخيط كانت تطلع الإبرة وتنزل فيسبح ربنا ويقول سبحان الله والحمد لله. علم الفلك والحساب ربنا علمه أسرار النجوم وحركة الكواكب وإزاي يحسبوا الأيام والسنين. دعوته وصراعه مع بني قابيل في الوقت ده البشر كانوا مقسومين نصين. الاسم الأول كان مع سيدنا شيث، ودول الطيبين اللي كانوا عايشين في الجبال. نسل سيدنا قابيل دول الاسم الثاني، ودول اللي كانوا عايشين في السهول وكان عندهم فساد ومعاصي كتير جدا. سيدنا إدريس فضل ينصح الناس ويرجعهم لطريق ربنا، ولما لقي الفساد زاد كان أول واحد جاهد في سبيل الله. جمع جيش من المؤمنين وحارب المفسدين من نسل مين؟ من نسل قابيل ابن آدم، وانتصر عليهم. الحكاية الغريبة بقى اللي هي رفعت مكانته، في آية في القرآن الكريم بتقول ورفعناه مكانا عليا. القصة هنا بدأت فيها كلام كتير جدا وجميل. بيقولوا إن سيدنا إدريس كان بيعبد ربنا عبادة توزن عبادة أهل الأرض كلهم في زمانه. ملك الموت اشتاق إنه يقابله فاستأذن ربنا ونزل له في صورة بشر، قعد معاه أيام وشاف صلاحه، وفي الآخر قال له أنا ملك الموت. سيدنا إدريس طلب منه طلبين بإذن ربنا طبعا. أول طلب إنه يخليه يدوق الموت ويرجع تاني عشان يعرف شدته ويزيد في العبادة. طبعا المقولة دي أنا مش متأكد منها، ولكن أنا قريتها في بعض الحاجات اللي أنا كنت بحاول أجمع فيها قصة سيدنا إدريس. الطلب الثاني إن هو يشوف الجنة والنار، وبرضو أنا دي مش متأكد منها، فالله ورسوله أعلم. وفعلا ربنا سمح لروح إدريس إنها تطلع، وشاف النار فخاف جدا، وشاف الجنة فانبهر بجمالها. لما دخل الجنة مسك في شجرة فيها وقال لملك الموت أنا مش هخرج منها، ولأن ربنا كاتب إن اللي يدخل الجنة ما يخرجش. فضل سيدنا إدريس في السماء الثانية أو الرابعة في رحلة الإسراء والمعراج. النبي محمد صلى الله عليه وسلم شافه هناك. الخلاصة اللي نتعلم منها إن سيدنا إدريس بيعلمنا إن الدين مش بس صلاة، الدين علم وعمل واختراع ونظافة. كان نبي كان في أوائل الناس اللي اتخلقت وأوائل البشر، لكنه كان سابق عصره بآلاف السنين. عايزين ندخل في تفاصيل التفاصيل لقصة الصراع دي، اللي هي الصراع ما بين قوم قابيل وصراعه ان هو ينصر الدين اللي هو كان عايز ينصر ويرفع راية الإسلام. وكان دايما طبعا ليه راية الإسلام رغم ان كان لسه الإسلام ما انتشرش، ولكن ربنا بيقول إن الدين عند الله الإسلام. فكان سيدنا إبراهيم مسلم، وكان جميع الأنبياء مسلمين. ندخل في تفاصيل التفاصيل لقصة الصراع بقى، لأنها فعلا حكاية مثيرة وبتبين إزاي سيدنا إدريس كان قائد عسكري حكيم، مش مجرد نبي قاعد في المحراب بتاعه. أولا ليه كان في صراع أصلا؟ بص يا سيدي، الدنيا وقتها كانت مقسومة نصين. المؤمنين من نسل شيث دول كانوا عايشين في الجبال، ناس طيبة لبسهم بسيط وحياتهم كلها عبادة وهدوء. المفسدين اللي هم من نسل قابيل، ودول نزلوا السهول والأراضي الواطية، وهناك الشيطان إبليس بدأ يلعب في دماغهم. اخترعوا المعازف والمزامير، وبدأوا يعملوا حفلات واختلاط وتبرج، وبدأ الفساد الأخلاقي ينتشر. المشكلة بدأت لما شباب المؤمنين اللي في الجبل بدأوا ينزلوا السهول عشان يتفرجوا على الدوشة والزينة اللي عند نسل قابيل، فبدأ الفساد يتسرب لبيوت المؤمنين كمان. ثانيا قرار المواجهة، أول جيش في التاريخ يحصل. سيدنا إدريس شاف إن النصيحة بالكلمة بس مش هتجيب نتيجة مع الناس دي غرقانة في الشهوات.
وإن الحق لازم ليه قوة تحميه. فعمل حاجتين ما كانش حد عملهم قبله: أسس جيش، جمع رجالة من المؤمنين، الرجالة القوية، وعلمهم إزاي ينظموا صفوفهم، جهزوا سلاح بما إن كان مخترع، فيقال إنه أول من صنع أسلحة متطورة يعني زي السيوف والرماح، واستخدم الخيول في الحروب. تالت حاجة خطة سيدنا إدريس. سيدنا إدريس ما كانش بيحارب عشان يقتل وخلاص، كان هدفه منع الفساد. نزل بالجيش بتاعه من الجبال للسهول، واجه جيوش نسل قبيل اللي كانت عشوائية رغم كثرتهم، لكن جيوش سيدنا إدريس كانت متنظمة جدا جدا. الانتصار، ربنا نصر سيدنا إدريس نصرا مبينا، وقدر يكسر شوكة المفسدين ويقصر منهم كتير. رابعا، ليه الحرب دي كانت مهمة؟ الحرب دي كانت نقطة تحول في تاريخ البشرية، لأنها منعت انتشار الشرك. لولا وقفة سيدنا إدريس كان الفساد والشرك بالله هيقضوا على كل المؤمنين في الأرض. علمت الناس النظام، عرفهم إن الدين فيه جهاد وفيه نظام وفيه قائد لازم يطاع. فصلت بين الحق وبين الباطل. يعني بعد الحرب دي بقى في حدود واضحة. المؤمنين عرفوا إن الاختلاط بأهل المعاصي هو أول طريق الضياع. معلومة بقى على الماشي، يقال إن سيدنا إدريس بعد ما انتصر واستقرت الأمور بدأ يلف الأراضي كلها عشان ينشر العلم والدين، وبنى مدن كتير، وعلم الناس إزاي يبنوا البيوت بالهندسة. عشان كده هو أبو الحكماء عند كتير من المؤرخين. عايزك تركز معاه بقى في الحتة دي، عشان هي دي بداية الدلع والفتنة في تاريخ البشرية. إزاي إبليس عليه لعنة الله قدر يوقع نسل قابيل في الفخ. خطة إبليس الخبيثة: إبليس لما لقي نسل قابيل ناس عايشة في السهول وعندهم فراغ، قرر يدخل لهم من باب المتعة والترفيه. فعمل إيه؟ تنكر في صورة شاب نزل لنسل قابيل وهو متشكل في صورة ولد وسيم وشاطر جدا. اشتغل صانع، بدأ يشتغل عندهم في ورشة، وبدأ يخترع لهم حاجات ما كانوش شافوها أصلا قبل كده. اخترع بقى المعازف والمزامير. دي كانت أول مرة في التاريخ تظهر فيها الآلات الموسيقية بالشكل ده، المزمار والعود. إبليس صنع آلة بتطلع صوت ناعم ومغري جدا، مزمار، وبدأ يعزف ألحان تخلي اللي يسمعها يسرح وينسى الدنيا بما فيها. الطبول بدأ يعمل لهم إيقاعات بتخلي الناس تتحرك من غير ما تحس. يوم الزينة والاختلاط، إبليس ما اكتفاش بالمزيكا بس، راح عمل لهم عيد اسمه عيد الزينة. التبرج، خلى الستات عند نسل قبيل يتفننوا في لبس الحلي الذهب والفضة، ويحطوا أصباغ على وشوشهم، أول مكياج في التاريخ عشان يبقوا في منتهى الجمال والإغراء. الحفلة الكبيرة بقت كلها موسيقى شغالة والستات متزينة والرقص بدأ والاختلاط بقى عيني عينك كده. إزاي الفتنة وصلت لنسل شيث؟ المؤمنين اللي كانوا فوق الجبال كانوا بيسمعوا أصوات المزيكا جاية من تحت السهول، وكانوا بيشوفوا الأنوار والحركة. في واحد من شباب الجبل قال لنفسه: هو إيه اللي بيحصل تحت ده؟ نزل يستكشف، فشاف الستات والزينة والمزيكا فانبهر ورجع حكى لأصحابه، وبدأ الشباب ينزلوا واحد ورا التاني لدرجة إنهم بقوا يسيبوا الجبل والعبادة ويروحوا يعيشوا وسط نسل قبيل في الفساد ده. تدخل سيدنا إدريس هنا. بقى جه دور سيدنا إدريس اللي حكيت لك عليه قبل كده، إن هو لما شاف الفيروس ده بدأ يضرب في المجتمع المؤمن، وإن الشيطان بدأ يسحب الناس دي من ودانها بالشهوات والمزيكا. حذرهم بشدة وقال لهم إن دي خدعة من إبليس، منع النزول، حاول يمنعهم من النزول للسهول، لكن في ناس كتير غواهم الشيطان. المواجهة العسكرية اللي أنا حكيت لك عنها، إن هو عمل جيش بقى، ولما لقي إن نسل قابيل مش بس بيفسدوا في نفسهم، لا دول بيخلوا المؤمنين يروحوا معاهم كمان، قرر إن هو يحاربهم عشان يكسر مركز الفتنة ويحمي اللي فاضل من المؤمنين. شوف بقى إزاي الشيطان بدأ الشر من زمان قوي، وبنفس الطرق اللي بنشوفها دلوقتي. دي كانت قصة سيدنا إدريس باختصار. وإن شاء الله لو القصة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.